يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض ثاني مبارياته في بطولة الدوري المصري، وذلك بعد التعادل الإيجابي مع نادي بيراميدز في الجولة الأولى بهدفين لكل فريق. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري العام المصري يوم الاثنين المقبل 25 سبتمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر على استاد القاهرة الدولي، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. وانتهت آخر مباراة جمعت بين نادي الزمالك والمقاولون العرب بفوز كبير لنادي الزمالك ب6 أهداف مقابل هدف في ربع نهائي كأس مصر. وستكون مباراة نادي الزمالك والمقاولون العرب القادمة مباراة صعبة على الفريقين، خاصة بعد خسارة المقاولون في مباراة الجولة الأولى أمام بلدية المحلة بهدفين دون مقابل. وسيغيب محمود علاء لاعب الفريق عن مواجهة المقاولون القادمة، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة الزمالك وبيراميدز الماضية. ويبحث نادي الزمالك عن تحقيق الفوز في المباراة القادمة لتصحيح وضع الفريق مبكرا في بطولة الدوري المصري، ولتكون دفعة معنوية للفريق قبل خوضه مباراة العودة في دور ال32 لبطولة الكونفدرالية.